شفتوا لقطة محمد عمورة لاعب منتخب الجزائر وهو بيحتفل بسخرية قدام مشجع كونغولي لابس لبس غريب؟ الناس ضحكت وعمورة افتكره مجرد مشجع فرفوش، بس الحكاية ورا اللبس ده أكبر وأعمق بكتير من مجرد ماتش كورة. الحكاية بتبدأ من قلب القاهرة ومن بيت الرئيس جمال عبد الناصر نفسه. المشجع ده كان لابس زي المناضل الافريقي الاسطوري باتريس لومومبا، والراجل ده مش مجرد اسم في كتب التاريخ بالنسبة لمصر، دي حكاية دم ونضال وعيلة عاشت وسطنا كأنهم مصريين. لما تم اغتيال لومومبا واتقتل، عيلته كانت في خطر حقيقي. القوى الاستعمارية كانت عاوزة تمحي اسمه للأبد، بس هنا جمال عبد الناصر أخذ قرار تاريخي، أمر المخابرات المصرية بعملية سرية فورية. أتولي عيلة لومومبا القاهرة حالا، وبالفعل في عملية تشبه أفلام المخابرات انتقلت زوجته بولين أوبانجو وأولاده الأربعة من الكونغو للسودان ومنها للقاهرة، وما كانوش مجرد لاجئين، لأ، دول نزلوا فيلا في الزمالك وأولاده دخلوا مدارس مصرية وكانوا بيروحوا بيت عبد الناصر في منشية البكر بانتظام، لدرجة إن ناصر كان بيتابع دراستهم بنفسه وبيعتبرهم أولاده فعلا. تخيل إن أولاد الزعيم الكونغولي كبروا في شوارع القاهرة ولحد النهاردة بيتكلموا عربي بلهجة مصرية زي وزيك، وبيقولوا عن جمال عبد الناصر إنه الأب الروحي اللي حماهم لما العالم كله اتخلى عنهم. علشان كده لقطة عمورة في الملعب كانت توجع، لأننا أحيانا بننسى تاريخنا وبننسى إن الشخص اللي بنضحك عليه ده شايل على كتافه رمز لكرامة قارة كاملة، ورمز لزمن كانت فيه مصر هي السند لكل مظلوم في أفريقيا. يا ريت بقى قبل ما نهزر نقرأ تاريخنا كويس، لأن في كل ركن في إفريقيا فيه قصة بطل، ومصر دايما كانت جزء من الحكاية. لو عجبتكم القصة دي ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك، وقولوا لنا بصراحة القصة دي مش المفروض تتوثق بفيلم سينمائي؟ ويا ترى كنتم تعرفوا ان اولاد لومومبا عاشوا عندنا في مصر؟ تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.